يتيمة وملهاش حد يحميها. القبض على زوج مهرائيل عروس بني سويف. النهارده الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف ألقت القبض على زوج مهرائيل عروس بني سويف، واللي تداولت منشورات كتير جدا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقول بأن يعني مهرائيل متزوجة من أقل من شهر، وتعرضت لعنف أسري وتعدي من قبل زوجها لمدة 8 ساعات متواصلة، أحدث بها إصابات بالغة في الجسد، ويعني بعدما أغلق عليها باب الشقة. وكل ده جاء بدون أي مقدمات وبدون أي خلاف أو نقاش سابق. فجأة الزوج تعدى على زوجته مهرائيل الفتاة اليتيمة، واللي لسه متجوزين حديثا، ما كملوش، لم يمر شهر على زواجهم، وبدون أي مقدمات أقدم على تعذيبها، يعني أحدث بها إصابات بالغة في الجسد. وعقب تداول منشورات واسعة كانت يعني استغاث فيها أصدقاء مهرائيل، وأرفقوا مع المنشورات ديت صور يعني تظهر إصابات بالغة في جسد مهرائيل، وقالوا فيها إن مهرائيل فتاة يتيمة لا سند عائلي لها، وتزوجت منذ أقل من شهر، والزوج بدون أي مقدمات أو نقاش أو خلافات سابقة أقدم على بداية أغلق باب الشقة، وأقدم على تكتيفها والتعدي عليها بكافة يعني طرق التعذيب. الفتاة تعرضت الحقيقة يمكن من الصور اللي موجودة ومش هينفع نعرضها على حضراتكم، إصابات بالغة جدا في القدم والظهر وكافة أنحاء الجسد. النهاردة الأجهزة الأمنية عقب ورود البلاغ وتداول منشورات بالواقعة تمكنت من القبض على الزوج وتحرير محضر بالواقعة، والآن في صدد عرضه على جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم. مهرائيل قالت في كلامها المتداول على الفيسبوك انها فتاة يتيمة، لا اب ولا ام ولا سند عائلي ليها، وتزوجت من هذا الشخص منذ اقل من شهر، لم يمر شهر على زواجهما، والزوج بدون اي مقدمات زي ما قلت لحضراتكم وزي ما شرحت، بدون اي مقدمات يعني اقدم على اغلاق باب المسجد وحبسها داخل الشقة والتعدي عليها لمدة 8 ساعات متواصلة، كافة انواع التعذيب، احدث بها اصابات بالغة. ايضا تم تداول صور مهرائيل يعني اماكن الاصابات في القدم الحقيقة صعبة جدا، وفي في الظهر اصابات ايضا بالغة. تعرضت لعنف أسري الحقيقة، يمكن الزوج استغل عدم ان هي طبعا فتاة يتيمة ملهاش حد، ولكن اكتشفت مهرائيل ان كل من شاهد وراء منشوراتها او صورها كان اهلا وسندا لها، والحقيقة في اقل من ساعات من تداول المنشورات كانت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف قد ألقت القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وهو الآن في صدد يعني عرضه على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية. تعد دي طبعا واقعة من وقائع العنف الأسري الجديدة، ودي ضحيتها فتاة يتيمة لا سند عائلي لها،
يعني الحقيقة، ولكن وجدت الجميع سندا لها، وجدت الجميع وعائلتها، وتعاطف معها الجميع من رأى أو يعني شاهد صورها أو منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتداولت بشكل كبير جدا. والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم ان الأجهزة الأمنية كانت في غضون ساعات قليلة جدا تمكنت من القبض على الزوج المتهم. طبعا مهرائيل تعرضت لعنف شديد جدا لمدة 8 ساعات متواصلة. كمان فوجئت باللي حصل دوت، لان ما كانش فيه اي خلافات سابقة او نقاش سابق قبل ما يتعدى عليها الزوج، ما كانش فيه نقاش او اي خلاف بينهم. طبعا هي تفاجأت بالتعدي عليها بأساليب تعذيب صعبة جدا لم تتحملها هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عاما فقط. متابعينا الاعزاء، متابعينا في القاهره 24، دي كانت تفاصيل يعني القبض على زوج مهرائيل عروس بني سويف اللي تعرضت لعنف اسري وتعذيب شديد.